مساء الخير حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. وصفتي اليوم حيدر أباد برياني بأسهل طريقة. خلونا نبلش. أصل هاي الوصفة تتسوى باللحم مو بالدجاج. أني هنا مسويتها بالدجاج، جربوها بهاي الطريقة وأني متأكدة راح تدمنون عليها. أول خطوة نبدي بتتبيلة الدجاج. نبلش بتقطيع البصل بهذا الشكل. ونقطع فلفل أحمر إذا كان متواجد بهذا الشكل. ونقطع شوية بقدونس أو كزبرة فريش حسب الرغبة. وبعدها نقطع شوية نعناع فريش. ناخذ شرائح البصل حتى نقليهم بزيت غزير. بس يقرمش عندنا البصل بهذا الشكل نشيله من على النار ونتركه يبرد. للتتبيلة أنا استخدمت صدور وأفخاذ الدجاج، تقدرون تستبدلوهم بقطع من اللحم. نضيف على الدجاج جزء من شرائح البصل اللي قليناها، ونضيف البهارات راح أتركها لكم بصندوق الوصف. ونضيف البابريكا الحمراء والبقدونس والنعناع اللي قطعناهم، و3 فصوص من الثوم المهروس. و3/4 إلى كوب من اللبن، وعصير ليمونة تقريبا. وأكيد نشيل نوى الليمون لأنه ينطي مرارة للخلطة. نخلط هاي الخلطة كلش زين. بس تكمل عندنا خلطة الدجاج راح ندخلها للثلاجة من ساعة إلى ساعتين حتى يتشرب الدجاج بكل النكهات. بطاوة حامية على النار راح نسيح زبدة حيوانية، ونضيف الخلطة مالتنا. نخليها تحمس وبعدها نتركها تستوي بهذا الشكل. نغطيها ونتركها على النار تقريبا مدة 20 دقيقة. بعدها نتركها تتسبك وبس تستوي عندنا راح نشيلها. وبعدها نبلش بالرز. راح نسلقه سلقة عادية، يعني نسويه بطريقة البزل. راح نسويه 3/4 استواء وبعدين نصفيه. نحتاج لهاي الوصفة انه يكون الرز مستوي 3/4 استواء تقريبا، لانه وراها راح ندخله للفرن ويا الخلطة. وأكيد نحتاج إنه يكون الرز حبة طويلة لهاي الوصفة. وتقدرون تضيفون مطيبات للرز وهو دا ينسلق، مثل الهيل، ورق الغار، والنومي بصرة، وطبعا ملح وزيت شوية. للتشكيل استخدمت طاجن البخار هذا. تقدرون تستخدمون نفس الطاوة اللي ستوتوا بيها الدجاج، وتقدرون تحطوه بطاجن انتو تحبوه، وتقدرون تخلوه على النار، وتقدرون تدخلوه للفرن. أنا هنا راح أسوي الطبقات وبعدها راح أدخلها على الفرن. راح أشكلها بالطريقة اللي دا تشوفوها بالفيديو. هنا أنا حطيت بهذا الطاجن طبقة من الرز اللي سويناه، وراح أحط طبقة من الدجاج.
راح نحط الجزء اللي بقى من البصل اللي قلينا بين الطبقات، ونحط همينة كزبرة أو بقدونس بين الطبقات، ونقدر نحط هم زعفران على مود النكهة. نرجع نحط طبقة ثانية من الرز، ويقولون إنه حيدر أباد برياني هي وصفة صار لها أكثر من 400 سنة، بدت من أيام حكم نظام حيدر أباد بالهند. هاي الطبخة كانوا يحضروها خصيصا بقصور الملوك، بوصفة سرية تجمع بين الرز البسمتي الفاخر ويا اللحم المتبل لساعات طويلة، وكان الشيف الملكي يطبخها بطريقة الطهي البطيء بجدر محكم الإغلاق حتى تتشرب كل النكهات. وبمرور الوقت انتقلت الوصفة من القصور لشوارع منطقة حيدر أباد، بس هي احتفظت بريحة البهارات مالتها اللي خلتها أسطورة لهذا اليوم. بس نكمل تشكيل الطبقات، راح نحط عليها ورق زبدة مبلل وندخلها للفرن تقريبا 20 دقيقة على درجة حرارة 200 على مود تتهدر. بس تطلع عندنا من الفرن راح تكون ريحتها تشهي ومعبية البيت. وبهيجي صارت وصفتنا جاهزة، أتمنى تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم بكل صراحة. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسووا لي لايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم بفيديو جديد ووصفة جديدة، مع السلامة.